ويسألونك عن مشروع الجزيرة، قل سأتلو عليكم منه ذكرى. مشروع الجزيرة الذي آوى ونصر، مشروع الجزيرة الذي أنبت وأزهر، مشروع الجزيرة أكثر من 100,000 مزارع، مشروع الجزيرة المحالج والمناسج ومعاصر الزيوت ومجتمع متصاهر منسجم من كافة ألوان طيف السودان بأعراقه وبسحناته وبألوانه. مشروع الجزيرة هذه الأرض الطيبة التي تزيد عن ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة تماما، والتي تزرع بري انسيابي سهل دون ما عناء ودون ما تكلفة مادية. مشروع الجزيرة المعجزة الاقتصادية والاجتماعية التي نفتخر بها. مشروع الجزيرة سنابل القمح ولوز القطن وقناديل الذرة المشرئبة والمتعانقة في محبة وفي سلام. مشروع الجزيرة الذي احتضن السودان بكافة ألوانه. مشروع الجزيرة ذلكم النسيج الرائع من كل فسائل وفتائل مجتمعنا العظيم. مشروع الجزيرة الآن يحتاج إلى سواعد أبنائه، يحتاج إلى المخلصين منه. مشروع الجزيرة ذلكم البهاء، ذلكم الضياء، ذلكم النماء الذي تمتزج فيه كل المعاني الأصيلة، وتمتزج فيه كذلك الأحلام النبيلة، وتحققت على أرضه، وتأكدنا من أننا نستطيع أن نصنع سودانا أفضل ننتج فيه، نتعايش بسلام، ونقدم لأنفسنا ولوطننا الخير والنماء والازدهار. هذه الحقول التي ترونها، وهذه السرايات خلفي الآن سرايا يذكرني بالماضي التليد والمشرق بإذن الله، والمستقبل الأزهر بإذن الله، ذلك بتضافر الأبناء. لا ينفع أن نتباكى، ولا ينفع كذلك أن نلطم الخدود. هذه الأرض الخضراء، هذه الأرض التي تغطت بمطر الخير، وتغطت بعرق، وتمطرت بعرق الفالحين والكادحين من كافة أبناء وطني. ترونها تزدهر وتخضر وتشرب، تريد منكم أن تلبوا نداءها كما لبيتموه في الماضي. تريد منكم أن تلبوا نداء الجزيرة التي تحتاج لأبنائها، وكل أبناء السودان أبناء الجزيرة. الجزيرة المحالج، الجزيرة المناسج، الجزيرة السد وخزان سنار، الجزيرة بركات، الجزيرة أكثر من 14 قسم زراعي، وأكثر من 107 مكتب أو تفتيش. الجزيرة أكبر مخدم للوظائف الدائمة والوظائف الموسمية، وهي ترفد الخزينة العامة بملايين الدولارات بالإنتاج الحقيقي، الإنتاج الحقيقي والدائم، تنمية اجتماعية، تنمية صناعية، تنمية زراعية. الجزيرة تحتاج إلينا جميعا، تحتاج إلينا أن نسكب فيها العرق، وأن نتنادى إلى طيب ترابها، وأن نستنشق كذلك هواها العليل. هل الآن لا أستطيع أن أنقل لكم
هذا الإحساس الرائع. هنا نشأ والدي، هنا نشأ جدي، هنا نشأ كل من أحب من أفراد عائلتي وأجدادي. هذا المكان له في ذاكرة كل سوداني شأن عظيم، في كل قنطرة، في كل تفتيش، في كل أبو 20، في كل أبو 6، في كل مكان. لذلك نحن الآن نريد أن نعيد الجزيرة إلى سيرتها الأولى، دون ما مكايدات، دون ما محاسدات، دون ما مزايدات سياسية لا تفضي إلا إلى مزيد من الدمار والتفكك والانهيار. نحن نريد أن نبني هذا السودان، وبناء السودان يبدأ من هذه الجزيرة. كلما كانت الجزيرة في عافيتها، كلما كانت الجزيرة نظرة مخضرة يقبل فيها المزارع إلى حقله، ويقبل فيها المفتش إلى إرشاده وإلى نصائحه التي يسديها لإخوانه المزارعين في كل مكان. لذلك هذا النداء أوجهه لكم جميعا ولكل سوداني رضع من ثدي هذه الجزيرة، وكلنا رضينا، وكلنا تربينا على حبها، وتربينا على الوفاء لها. هي دائما وفية، وهي دائما عميقة، وهي دائما متجانسة. هي سودان مصغر، ونجحنا أن نتعايش هنا، ونستطيع كذلك أن ننجح في السودان العريض الكبير بنفس الود ونفس التساجم ونفس الانصهار إن شاء الله. لكم ودي وتحياتي، وأدعوكم لأن تعطروا ذكرياتكم وتنعشوها من جديد، زيارة للجزيرة في وقت الخريف وفي وقت الحصاد وفي الدرج كما يسمونه. الجزيرة التي آوت، الجزيرة التي نصرت، الجزيرة التي اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. تحتاجكم الآن، تحتاج لسواعدكم الفتية، سواعدكم البناءة. لكم مني خالص الود، ودمتم.